السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى مش هنعمل أكل، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في الأول صلوا على سيدنا محمد أشرف خلق الله. النهارده بقى مش هنعمل أكل، هنعمل إيه بقى؟ هنصنّع قشر الليمون اللي بترميه، عمّالة أحوّش فيه، قشر الليمون وقشر البرتقان عشان يعزّز الدنيا معانا، قشر الليمون وقشر البرتقان بنرميه في الزبالة. آه. هنحط عليه حبة مية كده، كوبايتين مية، ونروح نديله غلوتين على النار كده ينزل ايه، ينزل عصرة الليمون والبرتقان. وبعد كده ايه، بعد كده هناخده بالكوباية دي اهو، ده ايه، ده مية الليمون والبرتقان عشان بس يدي القوة. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل صابون، وده كيلو معايا او كيلو الا الزيت المستعمل اديني بصفيه، اللي احنا بنروح نبيعه. لا مش هبيعه بقى المرة دي، ولا عطتني الفكرة دي، انا مفكرتش بصراحة اعمل. ام احمد مرات اخويا اللي هي اختي مش مرات اخويا، اختي وبنت خالي، قالت لي يا ام احمد انا عملت الصابون وجميل جدا، تحطيه مع حبة مسحوق يطلع له معظم البقع. معلش سيبكم من الايموشن ده. اديني صفيت الزيت معاكم اهو، يعني كيلو زيت، ودي كوبايه ونص اللي هي الميه بتاع الليمون والبرتقال. عايز تعمليه بميه ساده عادي اعمليه عادي، بس انا حبيت ادي القوه يعني. وده إيه بقى، ده ربع كيلو بطاطس. حطي كمامة على مناخيرك علشان خاطر بيطلع ريحة بشعة. مش بكرهك في العميل أقسم بالله، أنا بحب أجرب، والنتيجة الله أكبر عليا طلعت خطيرة. حطي كمامة على مناخيرك عشان بيطلع ريحة وبيطلع الدخانة دي. ودي ايه، دي معلقة ملح ومعلقتين سكر، معلقة ملح ومعلقتين سكر. الملح يعني هو بيقولوا بيساعد في التصلب بسرعة، الله أعلم، بس أنا شُفت كده يعني معلقتين سكر ومعلقة ملح. وهنسيب الدنيا دي بقى بعد ما يدوب كله يدوب تمامًا، هاسيبه يبرد تمامًا. كده معايا برد، كده معايا إيه، البوتاص داب والملح ومعلقة الملح ومعلقة السكر، ونبدأ نحط إيه، أبدأ أحط الزيت. هو الإزازة جات معايا 3 كوبايات، حطيتهم على الربع كيلو، والربع كيلو بطاطس كان ب5 جنيه بقى ب10. وده طبعًا الزيت المستعمل اللي إحنا بنرميه أو بنبيعه، دلوقتي ما حدش بيرمي حاجة كله بيتباع. يبقى قولي معايا إيه، كيلو زيت مستعمل وربع كيلو بطاطس. جبت الربع كيلو من عند العطار ب10 جنيه. وخلي بالك وأنتِ بتحطي البطاطس تحطي كمامة أو تحطي طرحة كده على بُقِّك ومناخيرك. ودي معلقة إيه اللي أنا حطيتها، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا حطيت معلقة خل أبيض برضه، ومعلقة اللي هو كلوركس اللي قدامكم ده، أنا حاطة الحاجات قدامكم عشان ما انساش. حطيت كلوركس ألوان وحطيت أوكسي جل أهو قدامكم أهو. بصوا أنا بحطه، ده كلوركس ألوان أهو، كله ده بيعزز الرغوة. وحطيت إيه تاني، حطيت الباكو ده برضه معلقة كبيرة اللي هو أوكسي بتاع المواعين، بتاع اللي هو غسيل المواعين أهو. كله ده إيه، والله العظيم بجد بجد بيطلع، أنا جربته عشان كده أنا قلت لكم اعملوه. يبقى أنا حطيت معلقة خل أبيض، وحطيت معلقة كلوركس ألوان، وحطيت معلقة آه برسيل جل، وحطيت معلقة برسيل، مش برسيل إيه، أوكسي، كلوركس ألوان وأوكسي جل. وأنا بقى ما فيش حيل عشان دراعي والبتاع بتاع الأوتار، فأنا بقول لكم أهو، أنا قعدت أضرب فيه كتير، يعني تهدي يعني تضربي لحد ما بصي يبقى معاكي بالقوام ده، وتروحي تهدي شوية وتيجي تضربي، وتروحي وتهدي شوية وتيجي تضربي لحد ما يديك القوام ده. يعني مش تفضلي تضربي لا على طول، لو هتعملي بالمعلقة الخشب برضه هيديك نفس القوام. بس أنا يا جماعة ما اقدرش إن أنا أحرك دراعي عشان دراعي بيتعبني. وهتصبيه، أنا صبيته في الصاج على الكيس، فردت كيس كبير في صاج عندي، ولقيت مش هيديني سمك،
يعني هي هتبقى السمك بتاعها عشان خاطر الكمية قليلة، رُحت رفعته كده وجبت كرتونة الملح وحطيته وراه عشان يدّيني سمك، فاهمين؟ هاوريكم دلوقتي، عشان الصاج بتاعي كبير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردة كيس على صاج. بصوا الرغوة، بصوا مكان الصابون، وأنا لسه ما يعني ما خدش ولا عطا ولا حاجة. بصوا ما شاء الله. أي بقعة بقى طلعي بقى البقعة بتاعتك. اغسلي بيه البوتاجاز، اعملي اللي انت عايزة تعملي بيه. بصوا بوريكم بس الرغوة كده مكانه، بص عاملة ازاي ما شاء الله. والله التجربة يا جماعة تحفة، اه بيطلع كل حاجة. أم مالك بقى استعملته كده في الحاجات المستعصية. مستعصية فعلا. حطيت كرتونة الملح عشان يعمل سمك، باقول لِك حطيت كرتونة الملح وراه عشان يعمل سمك، وهاسيبه سِبته بقى لمّا شَد معايا شوية، قبل ما يعني ما ينشف خالص بدأت أقطّعه، عمل معايا 24 قطعة، 24 حتّة صابون. بإيه؟ بكلام فاضي، كل البتاع ده كل حاجة بتترمى في الزبالة، ما فيش غير ب10 جنيه. آآ اسمه إيه؟ البيطاس اللي هو المادة الكاوية ده، البيطاس. هتجيبيه وعندِك طبعًا صابون المواعين، عندِك كلوركس الألوان، كل الحاجات دي عندكم في البيت. بُصّوا أنا قطّعته أهو، وهو بعد ما شد حبّة كده يعني قعد مثلًا نُص يوم مثلًا عشان ما يتكسّرش معاكِ، وهاسيبه ينشف بقى خالص. بُصّوا عمل إزاي وفتح إزاي وجميل إزاي. اغسلي بقى كده بيه حبّة المواعين لو عندِك ألمونيا، شوفي النتيجة. أو لو عندِك بُقع تبشري حتّة كده مع الرابسو في الغسالة وجرّبي والله العظيم بجد، والله عن تجربة. آه، وهو بقى بعد ما نشف بقى سِبته بقى حطيته ما تحطّوهوش في البلكونة في الشمس عشان ما يطردش الزيت. بُصّي عاملة إزاي قطعة الصابون، هتحطّيه أنا حطّيته أنا سِبته على المطبخ يعني عندي حتّة كده باحُط فيها الأطباق اللي هي الحتّة التالتة بتاع المطبخ، حطيته بقى فوقيها كده سِبته بقى 3، 4 أيام، سيبيه لحد ما ينشف معاكِ كده. أهو طالع أهو بسم الله ما شاء الله، بالزيت المستعمل و وحبّة الحاجات اللي عندِك في البيت عشان تعزيز الرغوة، حطيت أنا معلقة ومعلقة ومعلقة كلوركس. عندِك برسيل جل، عندِك اسمه إيه أوكسي. كان عندي أوكسي جل وأوكسي بتاع المواعين وحطيت كلوركس ألوان، وحطيت معلقة خل أبيض. ممكن أكتبه لكم كله في صندوق الوصف إن شاء الله. بُصّي حتة الصابونة عاملة إزاي، طلّع لي 24 ما شاء قطعة. الله عليك بجد. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صور. جرّبوا ومش هتندموا، حبايب قلبي كلكم.